السلام عليكم. معاكم مصطفى عاشور مهندس معدات تقيلة. بتكلم معاكم النهاردة عن التربو. حد كان سألني عليه وكده، وكنت فاكر طبعا كل الناس فاهمة التربو وعارفاه وكده، بس اتضح ان في ناس كتير ما تعرفوش، فحد سألني عليه وشرحت له الموضوع. قال لي ما تعملوا فيديو كده، ايه يعني الناس تستفيد من الفكرة يعني. فاحنا الأول عشان نتكلم عن التربو انا هتكلم بطريقة اللي هي تفيد الناس الطلاب والناس اللي مش عارفة الموضوع، او الناس او بالمناسبة كان مهندس مدني كان بيسألني دوت. يعني هتكلم عن الموضوع بطريقه اللي يفهمها اي حد، مش بتكلم بقى المهندسين هاي ليفل والناس اللي فاهمه التربو، لان اكيد ناس كتير تبقى عارفاه يعني. وممكن برضو حد يستفيد منه، اتمنى ان الناس كلها تستفيد منه على قد ما تقدر يعني. النهارده المحرك، الفكره في اي حد بيصنع محرك انه يدفع اقل كوست، اقل تكلفه، وياخد اعلى كفاءه. اقل تكلفه دي يعني انيشال كوست الاول، انتاج المحرك في الاول، حجمه ووزنه وتكلفته وقطع غير اللي داخله فيه ومكوناته، تبقى اقل حاجه وارخص حاجه في الدنيا، وياخد منها في نفس الوقت اعلى هورس باور واعلى كفاءه. ففي المحركات العاديه اللي لسه موجوده لحد النهارده، اللي ما فيهاش تربو، الفكره كلها انه ياخد اقصى احتراق للمحرك، يكون اقصى يعني الاحتراق اعلى كفاءه، يعني يكون الاحتراق على قد ما اقصى قدره، يكون احتراق كامل. احتراق كامل يعني يدخل كميه الهواء قد كميه الفور اللي موجود، سواء بنزين سواء غاز سواء جاز ايا كان، مناسبين تمام، بحيث ان يطلع احتراق كامل، ميبقاش فيه عادي، ميبقاش فيه اي حاجه، وياخد اعلى كفاءه من المحرك. طبعا الموضوع ليه متغيرات كتير. ف النهارده انا عايز اخد اعلى هورس باور من المحرك، هعمل ايه؟ عايز ازود الفول، عايز ازود الهواء. فالمحرك العادي خلاص ده اخره، بص لاعلى فوليومتريك افشنسي، على كفاءه حجميه قدر ياخدها من المحرك خلاص. طب عاوز يزود، فجي لقى ان هو ممكن لو زود كميه الوقود ياخد كفاءه اعلى من نفس المحرك بنفس الحجم. بس لما جم نفذوا كده فعلا ما حصلش الكلام ده، فعاوز يزود كميه الهواء. فجت اول الفكره ان هو دخل من المحرك العادي خالص للسوبر تشارجنج سيستم، اللي هو حط كمبرسور على وش التقسيمه، ويبدا يضغط كميه الهواء الزياده، ويبدا يدي كميه وقود زياده عشان ياخد كفاءه عاليه. فلما حصل الكلام ده، جه في الاخر يبص على الكفاءه ويبص على اللي هو خده، لقى نفسه مفيش. صرف كتير وحط كمبرسور وعمل تعديل وغير في الدايره وزود ملحقات وزود حاجات، طبعا الكلام ده كله ده فلوس. ان انا احط كمبرسور على التقسيمه، واحط ترس وادفع فيه فلوس، واحط سيره ادفع فيه فلوس، ودنابير، وطبعا وصلات هواء، وكل الكلام ده زي على المحرك العادي. بس في الاخر لا، الكفاءه ما زادتش، او الهورس باور اللي عايز ياخد من نفس حجم المحرك دوت ما زادتش. يعني الاربعه سلندر العادي مع الاربعه سلندر بالسوبر تشارجر ما زادش باللي هو عايزه، الكفاءه ما علتش قوي. يعني التكلفه اللي انا دفعتها ما خدتش منها خدمه. فحب يطور الموضوع شويه، راح عمل ايه؟ قال لك طب ايه سبب ان انا بقى حصل فقد في الباور مع ان الكمبرسور دوت اداني فايده زياده؟ قال لك اصل الكمبرسور ده لما حطيت وش التقسيمه واديته حركه من المحرك، من الباور اللي خارجه من المحرك، فالكفاءه قلت. ليه؟ لانه دفعت برضو باور في الكمبرسور دوت، فاداني كفاءه وخد مني، اداني طاقه باور وخد مني باور عشان يشتغل ويؤدي الوظيفه، فبرضو العائد ما كانش هو المتوقع يعني. فقعدوا يفكروا في المشكله فين، لا ان المشكله ان هو في تشغيل الكمبرسور نفسه. فحط التيربو تشارجر دوت، اللي هو عباره عن جزئين، جزء كمبرسور وجزء تربينه. فالكمبرسور بعد ما كان بيشتغل من وش التقسيمه بسيرو او بحركه او بتوس او كلام من ده، والسيستم ده ما قعدش كتير، مطولش قوي يعني، خد العادم اللي خارج من المحرك. العادم ده كده كده لص بالنسبه لي، وفي باور وفي طاقه وفي حراره وفي كل حاجه، بس خلاص هو خرج من الاسطوانه وخرج من الاحتراق، هيرميه على الهواء. فقال لك لا، انا اخده احطه على ايه؟ كمبرسور اللي هو ايه؟ كمبرسور جوه التربو. التربو ده عباره عن نصين، نص كمبرسور ونص تربو. الكلام ده ممكن نستعرضه بعدين ان شاء الله، لو الموضوع مشي كويس ممكن نستعرضه ونحط ليه صور ونحط ليه حاجات ونشرحه باستفاضه، وممكن نشرحه عملي كمان. المهم ان الكمبرسور ده مجرد ما بدأ يتحرك، عليه على نفس الشفط بتاعه الناحيه التانيه فيه تربينه. فالعادم اللي خارج، اللي انا اصلا ما بتاعش فيه اي حاجه، هو كده كده خارج، خدته وجهته على الكمبرسور. الكمبرسور ده على نفس الشفط لف الناحيه التانيه التربينه دي تاخد الهواء تضغطه جوه المحرك. فقدرت ان انا ادخل كميه هواء زياده. في الحالة دي اقدر ادخل كمية فول زيادة، سواء كان بنزين، هواء، جاز، غاز، ايا كان.
فاخد احتراق زياده واخد باور زياده لنفس حجم المحرك، يعني نفس الحجم بتاع الاسطوانه، نفس حجم الغرفه في المحرك الاربعه او السته او ايا كان نوع المحرك. اخد منه باور زياده بالتربو دوت. ازاي؟ ان انا دخلت كميه هواء زياده، فلما دخلت كميه هواء زياده قدرت ادخل كميه وقود زياده. الكلام ده نتيجته ايه؟ باور زياده. وبدا الموضوع يتطور في كذا محور. النهارده لقى انه لما بيسخن بالتربو دوت، لقى العدم ده سخن فبيسخن التربو فبيسخن الهواء، لقى ان الهواء كفاءته بتقل نتيجه ان هو حرارته درجه الحراره زادت فحجمه اقل، فكميه الاكسجين داخله قلت، فبرضه الكفاءه قلت. راح عمل حط سلامنتينا برد بيها الهواء، سماها انتر كولر في حاله، وسماها افتر كولر في حاله، بس عشان ما نخشش في تفاصيل كتير دلوقتي، خلينا في الفكره العامه. حط وسيله يبرد بيها الهواء، عشان لما يبرد الهواء كتلته تزيد الاكسجين يزيد، فلما الاكسجين يزيد يقدر يدي كميه فول زياده، فيديني باور زياده. وفعلا لقى ان التربو بدا يزود معايا حوالي تقريبا تلت الباور. وبعدين ما ينفعش حاجه، هي اول مره بس تهلفت المحرك العادي او المحرك اللي بتربو، اول مره بس بحط هنا تربو، ما بحطش اتصالات زياده، ده حاجه، او انتر كولر او افتر كولر بزود عليه بعد كده السلامنتين اللي موجوده بوصلاتها. هي اول مره بس، بعد كده ما ينفعش حاجه تاني. هو بيشتغل بيعتمد على العادم اللي خارج، اللي انا كده كده اصلا مش عايزه، خلاص فقدته. الاحتراق تم والحركه خدتها والدنيا دارت عندي، والعادم ده كده كده هرميه الهواء. بالعكس، بدل ما ارميه الهواء درجه الحراره عاليه وضغط عالي وكلام من ده، لا انا باخده بستفيد منه، باخد منه برضو حركه. وطبعا انا حولت الطاقه الحراريه الخارجه والضغط الخارج ده لطاقه حركيه، طبعا دي برضو ايه، بتديني نتائج احسن في الجو وبتديني نتائج افضل في التلوث البيئي. وطبعا كفاءة المحرك اعلى. بدأ يتطور بقى موضوع التربو دوت، ان بدأ يزود الافتر كولر، بدأ يكبر حجمه، بدأ يزود يكنترول بقى على التربو مثلا نفسه. عمل بقى الويست جيت، عمل الفي جي تي، عمل دلوقتي سمارت تربو. بدأ في محركات بقى فيها اكتر من تربو، في محرك فيه تربو وفي اتنين تربو وفي اربعة تربو على حسب يعني. وبدأ الكنترول على التربو نفسه كمان وعلى حجمه، وامتى اعوزه وامتى ما اعوزوش، وامتى استغله وامتى محتاجه وامتى مش محتاجه. لان التربو طبعا عدد لفاته توصل لارقام فلكيه، ارقام سريعه جدا. آه، اتمنى تكون الفكره وصلتكم، وان شاء الله بعد كده نتكلم بالتفصيل اكتر، ونتكلم بداتا ممكن بشرح او باجزاء عملي. اتمنى. شكرا.